السلام عليكم ورحمة الله. معاكم منال، والنهاردة هقدم لكم مكرونة بالبشاميل. طريقة سهلة جدا ولذيذة وان شاء الله تعجبكم. بسم الله نبدأ. اول حاجة هنبتدي بيها هي اللحمة العصاج. معايا معلقة من السمنة وبضيف عليها البصل. طبعا مش شرط سمنة، ممكن اي مادة دهنية، ممكن زيت او زبدة. بدبل بس البصل وبعد كده ببتدي ان انا احط اللحمة بالشكل ده. بعد كده بضيف على البصل الملح، مش بضيفه لما احط اللحمة علشان اللحمة ما تكلكعش معايا. هنا البصل بدأ يدبل ويبقى لونه شفاف، بضيف اللحمة بتاعتي وبقلب الاتنين مع بعض كويس بالشكل ده. بعد كده بضيف البهارات بتاعتي، عبارة عن جنزبيل وفلفل اسود وشطة وكزبرة ناشفة وورق لورا. بكده انا ضفت البهارات، وانتوا لو حابين تضيفوا رشة قرفة مثلا هيبقى طعمه جميل جدا. انا كنت غالية مية وبضيف حوالي نص كوباية مية وبغطي عليها وبوطي النار وبسيبها تستوى كويس جدا. في المرحلة دي ممكن تضيفوا معلقة من معجون الطماطم اللي هي صلصة الطماطم، او ممكن تبشروا طماطمية وتضيفوها وتسيبوها تستوى معاها. بعد كده هجهز البشاميل. انا هنا هعمله على البارد. معايا كيلو من اللبن، حطيت معلقة من القشطة وحوالي 8 كيلو من الكريمة اللباني، يعني نص كوباية. تمام. طبعا اضافة الكريمة اللباني بتخلي البشاميل كريمي وغني جدا وطعمه تحفة. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. بعد كده هضيف معلقة من السمنة، وبكده انا ضفت قشطة، معلقة قشطة ومعلقة سمنة. والبهارات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل اسود ومرقة دجاج او بهارات فراخ ونص كوباية من الدقيق. انا هنا حاطة على اللبن كوباية مية او ممكن تضيفي كوباية شوربة. بعد كده بقلبه كويس بالشكل دوت. كل دوت قبل ما اولع النار. انا هعمل كيلو من المكرونة، فبالتالي عايزة البشاميل يكون كتير، فضفت على كيلو اللبن حوالي كوباية مية او كوباية شوربة. بعد كده بستمر في التقليب. تستمري على طول بالتقليب علشان ما يكلكعش منك خالص. انا مش عايزاه تقيل، انا عايزاه بالسمك دوت، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هو لما يبرد هيتقل شوية كمان. حتى لما بتقفلي النار بتقلبي شوية. هنا المكرونة سلقاها وحاطة في المية ملح وصفتها وشطفتها شطفة خفيفة بالمية الباردة. بعد كده ضفت عليها مكعب مرق الدجاج مطحون وبقلب كويس بالشكل ده. تمام. بعد كده هضيف شوية من البشاميل، حوالي مغرفتين من البشاميل علشان اقلبه معاها وتشرب منه. طريقتها سهلة جدا وبسيطة وهتعجبكم، وكمان الطعم تحفة. بجد جربوها واكتبولي في التعليقات. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة. انا هنا ضفت البشاميل وقلبت المكرونة كويس جدا. وبعد كده هجيب الصينية او هجيب القالب بتاعي. مش هضيف سمنة، لا انا هحط برضو معلقة من البشاميل بحيث ان هو ما يلزقش مني المكرونة في الفرن. كل ده وانا مسخنة الفرن علشان بس تدفى وتاخد وش. تمام. بعد كده بقسم المكرونة وبضيف حوالي نص كمية المكرونة اللي عندي، علشان بعد كده افرد عليها اللحمة المفرومة واحط النص كمية التانية. وممكن طريقة تانية انك تحطي اللحمة المفرومة مع المكرونة وتقلبيهم على بعض وتصبيهم مرة واحدة في الصينية. تمام. طريقة سهلة جدا، وطريقة البشاميل على البارد بتضمنلك ان هو ما يكلكعش منك خالص، وفي نفس الوقت سريعة ومتاخدش وقت. هنا هضيف اللحمة بتاعتي المفرومة بالشكل دوت. طريقة سهلة جدا والطعم بجد تحفة. وبعد كده هضيف بقية المكرونة بالشكل دوت. اتمنى تجربوها وتعجبكم باذن الله. بعد كده هضيف الجبنة الموتزاريلا. تمام. انا ضفت جزء وبعد كده هحط البشاميل وهضيف الجزء التاني.
ممكن كمان تضيفوا ميكس جبنات، يعني مش موتزاريلا بس، ممكن تبقى معاها شيدر او معاها جبنة تركي. بعد كده هحط البشاميل، وزي ما انتوا شايفين البشاميل كريمي ومش تقيل قوي، لازم يكون متوسط، ولا تقيل ولا خفيف بالشكل دوت. والطعم تحفة، وان شاء الله لما تجربوها مش هتبطلوا تعملوها بالطريقة ديت. وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعيل زر الجرس. بضيف كمية البشاميل كلها اللي اتبقت، بحيث انها تعمل لي طبقة عالية من البشاميل من فوق بالشكل دوت. بعد كده اخر حاجة هضيفها هي جبنة الموتزاريلا ومعاها جبنة تركي، عشان الجبنة التركي بتعمل ريحة قوية جدا ولذيذة قوي وهتعجبكم بإذن الله. بدخلها في الفرن على الشبكة اللي في النص، وبعد كده لمدة 10 دقايق، وبعد كده بولع الشواية والجبنة بتسيح بالشكل دوت. ببتدي بقى ان انا اقطعها واقدمها. جميلة جدا وسهلة وبسيطة، وان شاء الله تعجبكم بإذن الله. انا هنا قطعتها وهي كانت لسه طالعة من الفرن سخنة جدا. يفضل ان اسيبها تستهدى شوية عشان تبقى متماسكة وتبقى الخرطة بخرطتها. طبعا هي كلها بشاميل وسايحة وطعمها تحفة. هنا كانت بردت شوية او هديت شوية. طبعا طبقة البشاميل عليها كريمي جدا وطعمها تحفة جدا جدا جدا. ياريت تجربوها، وانا واثقة ان انتوا هتجربوها وهتكتبولي في التعليقات، وان شاء الله تعجبكم بإذن الله. وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.